يا صباح الرزق، يا صباح النشاط، يا صباح الطاقة الإيجابية، يا صباحكم معطر بذكر الرحمن يا حبايب قلب. صباحكم رزق وصباحكم نشاط وصباحكم طاقة إيجابية يا حبايب قلب. الله يصلح حالكم ويوفقكم ويرزقكم الخير والهنا والسعادة والفرحة يا رب. كل اللي يحط لي لايك حلو يا حبايب قلب. ازيكم حبايب قلب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن الاحوال. جاي لكم النهارده فيديو جديد في مطبخ على نور. وحشني كتير 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 يا حبايب قلب. الله يرزقكم الخير دايما والسعاده وراحه البال يا حبايب قلب، ويديكوا تتهنوا كده وتفرحوا يا رب دايما. يا رب يديكوا الصحه والعافيه وطولة العمر يا حبايب قلب. الله يجعله في ميزان حسناتكم كل اللي حط له لايك حلو وكومنت حلو، واللي اشترك عندي ربنا يصلح حاله ويفرحه ويرزقه الخير دايما، ويرزقه ببيت كعبه كده يا حبايب قلبي، بيت ربنا كده يزور النبي يا رب بحقيقه النبي. كل اللي يحط له لايك حلو والله يصلح حاله ويوفقه وما تحرمش منكم يا حبايب قلبي. احلى متابعين هلا نور، ربنا يخليكم ويسعدكم ويفرحكم وتفرحوا ويرزقكم الخير دايما. الله يوفقكم يا رب. والله انا فرحانه قوي 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 من كل حبايبي اللي بيقابلوني ويقولوا لي اللي احنا متابعينك. ربنا يصلح حالكم يا رب وتفضلوا واقفين في ظهري وتفضلوا كده مخلينا حاجه حلوه وحاجه كبيره. الله يصلح حالكم ويوفقكم يا رب ويرزقكم الخير دايما. يلا يا حبايب قلبي عشان ما نطولش عليكم، ما تنسوش تحطوا اللايك حلو كده لاختكم وكومنتاتكم الحلوه الجميله اللي بتسعدنا دي. ربنا يسعد قلوبكم يا رب ويفرحكم ويرزقكم الخير دايما. يلا يا بنات حطوا اللايك وكومنت جميل، واللي اول مره يشوف قناتي ينزل يشترك عشان كل ما انزل فيديو جديد اخواتي وحبايبي يشوفوا الفيديو يا بنات. يلا يا حبايب قلب، الله يسعدكم ويوفقكم ويرزقكم الخير دايما وما يرقد لكم جدا يا حبايب قلب ويدوكم الصحه كده والعافيه. يلا يا بنات بقى نشوف هنعمل ايه النهارده. جايه لكم فيديو سهل وبسيط. انا ماشيه والله العظيم على قد الايد، واللي انا بعمله في شقتي دوت ما ببقاش مرتباه ولا ببقى مفكره فيه، ربنا اللي بيسهلها كده من عنده. يلا يا بنات نشوف هنعمل ايه مع بعض. الشغل اللي انا بشتغله واللي انا بعمله في شقتي هو دوت والله العظيم ما ببقى مرتباه خالص يا بنات. يلا بقى نشوف النهارده هنعمل ايه. حطوا اللايك ويلا تعالوا معايا كده نشوف هنعمل ايه يا بنات. اللهم صل على النبي. تعالوا كده. انا كنت في السوق وجايبه فلفل احمر وشطاطه وفلفل اخضر اعمله هرسه شطه عشان ما عادش عندي كتير. ما تفتحلوش سيبك منه. فما عادش عندي، ببقى احبها بقى ان ايه اعملها يا بنات واسيبها في الفريزر. ولا المفتاح في الباب اصلا. يعني انت سامعنا بنتكلم تقوم مستني. فالمهم يا حبايب قلبي بحب هرسه الشطه دي عندي في الفريزر. ملحت سمك، ملحت برنجان، عملت اي حاجه. التمليحه اللي هي الدقه الحمراء الهرسه دي تفضل موجوده عندي. فانا جبت بقى اهو وكسلت اعملها من السوق والله. فجي بقى الوقت اللي انا هطلع الحاجه اهو ونغسلها مع بعض واقعد اعملها يا ولاد. يلا بقى نروح المطبخ نغسلها، بس نفتح للقلقان الاول ونهزقه تهزيقتين. ما تقفليش الكاميرا عشان يتنيل. اتفضل انت يالا خش. قلت خش يا معفن. حبايب قلبي بقى انا هغسل اهوت. انا كنت جايباه من الراجل، في راجل بيجيب الفلفل دوت ويقعد يقطع كده بالقطر، بياخد القمع اللي هنا حتى كده يا رنا، بياخد القمع اللي هنا يا حبايب قلبي. بيقول اللي هو بيعمله زي بتاع كده تاني بيزرعه تاني، بياخد الجذر ويزرعه. فانت كنت جايبه منه كيلو من ده ب20 جنيه، وهو اللي بيفتحه لي كده بالقطر. امسكه بقى اغسله اهو على فلفل اخضر اهوت على شطاطه. هغسلهم بقى يا بنات ونقعد نعمله هرسه شط. كل دي مش هيصفوا، هيبقوا شويه صغيرين بس بتبقى حلوه في البيت بقى. ان ايه بتيجي تعملي تمليحه سمك، بتيجي تملحي برنجان، بتيجي تعملي اي حاجه عايزه هرسه شطه، ده بيبقى موجود جميل. فانا بقى هغسله اهو وكده يا همسكه كده اهو. همسك تغسلي البوتاجاز شاطره ومشطره. همسك بقى الفلفل والشطاطه دول كانوا دبلانين عندي في التلاجة. خدت الدبلان اهوت للهريسه
والتاني الصابح عينته بقى بقل منه، اعمل منه اي حاجه اهو يا بنات. يا رب سهل همسكه بقى اغسله غسله حلوه كده من ايديه ومن ايديه واخليه زي القشطه كده اهو. علشان ايه؟ لازم تغسلي اي خضار يجي من بره لازم تغسليه غسله حلوه علشان خاطر من ايد ديت لايد دي لايد الراجل الحاجه كده تبقى ايه ما تبقاش ملوثه اهو يا ولاد. هعمله بقى ايه نغسله كده غسله حلوه ونعمله هريسه شطه وتبقى عندك بقى في الفريزر. تيجي تطلعي تعملي سمك تعملي اي حاجه زي ما قلت لك تلاقي عندك الهريسه دي موجوده اهو يا ولاد. انا كنت جبت من السوق وعينته ما كنتش قدرت فقلت ايه عشان انا قلت لكم هعمله معاكم فيديو فقلت بقى اما اقوم بقى اعمله بقى عشان ايه ما يبقاش خساره. الحاجه خساره لما تبوظ يا ولاد. لموا النعمه تلمكم الحاجه غلت والدنيا صعبه والعيشه صعبه. ربنا يتولى بنا يا رب. كل مسلم يا رب بحق جاي من النبي اهو يا حبايب قلبي. غسلته غسله حلوه اهو. ابتدي بقى مامتها يشوفوا التراب اللي نازل منه وهمسك بقى ديت اهي. ناخد حاجتنا ونقعد نعملها بره بدل ما نقف نعمل بره واحنا قاعدين علشان خاطر اذا ما فهمتكم الامانيه عامله عمايلها معايا فما بعرفش اقف فتره طويله فبقوم واخده حاجتي بقى كده واقوم قاعده عاملاها بره بتريحني بصراحه. وهاخد ملحي وهاخد كل حاجتي اهو. هرص كل الحاجه هنا اهوت علشان ايه اخد حاجتي واعملها وانا قاعده. واخد الكبه بدل ما اقف اعمل وانا قاعده اهو يا بنات. يلا بينا نروح نعملها بره. هنا حبايب قلب المفارش ديت لا غنى عنها في تنظيف سمك. فلما بيكون عندك اكل اللي هو مثلا فراخ ولا حاجات من ديت والاكل ده بقوم المفرش ده فرشاه. او لو انا بعمل كيكه بعمل اي حاجه واحس ان الحته هتتعك حواليا بقوم فرشالي مفرش زي دول. فرشت اهو. هقعد بقى احط عليه حاجتي واقعد اعملها يا بنات عليه على اساس اللي يقع بقى ما يقعش على السجاده يقع على المفرش. هنا بقى الحاجه معايا اهو كبه. هاتي تعالي امثل مشترك. كل حاجه بحطها على اهو على اساس ايه يا بنات ما يبقاش الحته حواليا محكوسه. كله على المفرش اهو عشان اللي يقع على المفرش اهو يا حبايب قلبي. هنقعد بقى واعمل ايه وانا قاعده كده. امسك بقى الفلفل هنا اهو اهو يا ولاد. وصلي هصفيه له كده اهو. سيبيه امسه والناس تعمله. همسكه بقى اهوت هو متفتح وزي الفل. هقطعه كده اهوت عشان اقوم ضرباه. في ليه كذا طريقه تعمليه بيها. في ممكن تسويه على النار وتعمليه. انا بقى بصراحه بحب الطريقه دي معتمداها كل سنه وبيقعد معايا من السنه للسنه بالطريقه دي ولا بيجراله اي حاجه. هاتي همسه ازازه ازاي معتمده الطريقه دي بصراحه زي الفل اهو. هخرط بقى الفلفل كده اهو كلته. عايزه تضربيه بتوم اضربيه. مش عايزه تضربيه بتوم ما تضربوش. انا مش هضربه بتوم. وممكن كنت اعمل برضو برطمان توم على فلفل من دوت لو انت حب. بس انا ساعات بقى بقوم جايه ساعه لما بكون عايزه اعمل مثلا دقه السمك بقوم انا بقى جايبه ايه حته من دي وحته من برطمان الثوم اللي انا مفرزاه برضو. فبقوم جايبه حته من هريسه الشطه في الطبق لما اكون بعمل تمليحه السمك. حته من هريسه الشطه وحته من هريسه من دقيق وحته هريسه من الثوم واضربهم في بعض في الطبق واقوم عامله. عايزه تقوم عامله برطمان هريسه من ديت على ثوم ويبقى جاهز كله في بعضه اعملي كده. يعني ما تقفيش على حاجه. الفلفل دوت كلته لحمه اهوت وجميل اهو يا ولاد. كلته
القلبيه وزي العسل اهو. اصفيه بس حلو كده اهو علشان انا غسلته وصفته في المصفى اهو، بس برضه لابد عن تصفيه حلو عشان ما يبقاش فيه نقطه ميه. انا بعمله بالطريقه دي بيقعد معايا لو قعد سنين ما بيجرالوش اي حاجه، بيبقى زي الفل. حطوا لايك يا بنات لو وصلتوا لغايه كده. همسك بقى الفلفل دوت اعمله كده اهو كده اهو علشان يبقى سهل معايا في الكب. بصفي نقطه الميه اللي فيه. بسم الله ما شاء الله. الراجل دوت كان عليه زحمه قوي ساعه لما لقيته، قمت جايبه بصراحه كده قلت يعني كنت عامله هريسه شطه ايام ما كان الفلفل غالي، عملت فلفل اخضر، عملت شطه خضراء وفلفل اخضر، بس بصراحه الحمراء بتبقى حلوه برضه احسن من الخضراء. بس بقى اللي كان مضطر بيركب الصعب هتعملي ايه اهو يا ولاد. كلته لحميه وجميل، والراجل ده بيجي كل سنه كده في نفس الميعاد، بيبقى عليه زحمه. رخرة بسم الله ما شاء الله، رخرة بسم الله ما شاء الله، ما بيقعدش بيخلص على طول. وبينضفه زي ما انتم شايفين كده اهو، بيشيل منه القمع بتاعه، بيقول لك بزرعه تاني. البذر دي بيزرعه بيعملوا كيماوي. كيماوي؟ لا مش كيماوي، يعني بياخد البذر بتاعه بيقوم زرعه. اسمه ايه يا اخت؟ اللهم صل على النبي. النبي ناس تقاوي. تقاوي. شاطره يا رناء. اعادة تدوير. اه ما انت قلت لي امبارح برضو الكيماوي. كيماوي ايه؟ قلت لي امبارح بيعملوا لا كيماوي. بيعملوا بتاع يا ست تقاوي. جميل قوي يا ولاد والله العظيم، لا في غنى عن الحاجه في البيت. الحاجه جميله في البيت قوي، احسن ما تخرجي تمد ايدك لحد يلا. ربنا يصلح حالكم يا رب ويرزقكم الخير دايما احنا وانتوا يا رب بحق جاي النبي. احلى ما في الفلفل اللي هو كلته قلبيه، كلته ملحم وجميل، ومن جوه ما فيش فيه واحده معطبه ولا ضربه ولا اي حاجه. هقطع بقى يا ولاد دوت وارجع لكم تاني. هنا يا حبايب قلبي خلصت الاحمر اهوت، وعملت قرنان الفلفل دول كانوا دبلانين زي ما قلت لكم، وعملت برضك شطاطه هي كانت دبلانه عندي، فقلت اما اعملهم بقى ايه مع بعض كده. نخلط ده بدي اهو، يفضل عندك في الفريزر ما تحتاجيش ولا تبقي مش قادره تدقي ولا تعملي، يبقى ده موجود اهو يا حبايب قلبي. فلفل احمر على فلفل اخضر على الشطاطه مقربه للصفاره اهي، مش هنحرم الدقه من حاجه. وما بحطش بهارات ولا اي حاجه الا ساعه لما اجي بقى اقوم ضربها عامله بيها طبخه بها اي حاجه اقوم حاطه فيها البهارات. انا بس كل اللي انا بحطه ملح اهو يا حبايب قلبي. كده خلاص هركن الريحه على جنب. عايزه المشترك يتركن، بركنه على جنب. وكان دي بقى عندي اهوت اللي كنت انا عاملاه ايام الفلفل لما وصل ركبوا نار. ركبوا اهو. هتركبوا فين؟ ركبوا نار. دي اللي كنت انا عاملاه يا حبايب قلبي اهوت، دي اللي اتبقى منه، فهخلط دي بقى كله في بعض اهو علشان يبقى احمر يديله حمار. استنى يا كريم. يلا يا ماما اعملي انت. انت هتقعد تلعب في الكهرباء؟ حط على الارض. الله. يا حبايب قلبي الاخضر اللي كان موجود عندي اهو هكبه عليه واضرب كل الخليط ده في بعض. همسك بقى اعبي اهو يا بنات. استنى بس المركب مش ضروري. احط اخضر اهوت اشكله بقى كده. تحط من ده على من ده. انا كده كده هقلب. هات لي يا كريم قصعه خضره صغيره كده من المطبخ.
واحط برضو شويه ملح، يعني مش كتير علشان انا لما باجي اشتغل فيه في الوصفه بقوم انا حاطه له برضو يا بنات ملح وكمون، لا اما كزبره اللي انا عملته بحط. وحات يا كريم المعلقه اللي هي البلاست السلق. هضربه اهو يا بنات. نعم. لا، حط ده على الغسال. لا الكبيره الخضراء. اه، حتى المعلقه البلاست. هنزل بقى اللي على الحرف علشان ما يبقاش ميه قوي، يبقى حلو كده في المعقول. يلا يا كريم اهو يا بنات تعالى كده يا رنال. هنزل اللي على الحرف ده اهو علشان خاطر ما يبقاش مفروم قوي على مش مفروم قوي، يبقى كلته سوا واحد. واقوم ضربه كمان علشان خاطر يبقى معايا زي الفل. شوف الكبه كانت مليانه نقصت خالص اهي. اهو يا حبايب قلبي ضربت اهوت وخليته زي الفل اهو. هنزل في القصعن اهو علشان نخلط التاني القديم فيه اهو يا ولاد. الضربه دي حلوه وكده زي الفل قوي، مش عايزه ناعم عن كده ولا خشن عن كده اهو. الضربه دي حلوه قوي كده، الجمال في منتهى الجمال. هحط تاني اهوت ونضرب بقيه الكميه برضه ده على مني. هو كده انا هقلبه في بعضه وهيتخلط في بعض. هملي بقى الكب على اساس هو كان قليل ما بيصفاش، ساعة لما بيتضرب بيقل. ربي عايزاه ناعم نعمي، عايزاه ناعم تنعمي، عايزاه خشن شوية اعملي. واللي اول مره يشوف القناه ينزل يشترك عشان يوصل لكم يا بنات كل جديد. هنا يا حبايب قلبي بقى هفضي اخر شفشه اهوت. هفضي فين اللي هو معايا الهريسه الخضراء دي علشان ايه يبقى كلته احمر بقى يا ولاد، يشرب من الحمار بتاع الفلفل الاحمر ده. هنا يا كريم حطي معايا. وهضربه بقى اهو يا ولاد علشان خاطر القديم ياخد من الجديد. بس انت ما جاتش يعني، ما تبتدي انت عملت كده. هنزل برضه زي ما قلت لكم اللي على الطرف كده اهو. عشان كلكم يبقى مخلوط في بعض. سهله وبسيطه ومفيش اسهل من كده. ساعه لما تلاقي الفلفل معاك رخص قوم جايبه وعامله زمان اللي بعمل كده. عند مكان الفلفل غالي جبت فلفل اخضر علشان كان الفلفل الاحمر ده وصل لل50 جنيه واكتر. فعند مكان غالي قوي كده قمت جايبه وعامله اللي هي الهريسه الخضراء ده. ما مشتني شويه، ما قالتش لا ولا عيطت، بس ايه بصراحه الفلفل الاحمر بيبقى احسن من الاخضر بصراحه في الهريسه شويه. هنا حبايب قلبي خلصت اهوت كلكم في بعض اهو يا ولاد. جميل وفي منتهى الجمال وزي العسل. جربوه بالطريقه دي. في طرق كتير، الطرق اللي تحبيها تريحي اللي تريحك اعملي بيها، بس انا بحب الطريقه دي وبعتمدها من السنه للسنه. جميله. انا كنت نسيت احط ملح في كل مره، حطيت اول مره وخلاص.
فهحط بقى ملح فيها اهو، واحط برضو ايه، جبت المنديل يا كريم، هحط بقى ملح اهو يا حبايب قلبي علشان انا نسيت احط. وغير كده وكده اما باجي اعمل بقى زي ما قلت لكم الوصفه ولا الحاجه، بقوم حاطه ملح بقى وكمون وكزبره، الحاجات اللي انت تحبيها عليها، واحط نقطه زيت علشان نقطه الزيت دي بتخليها مفلفله وحلوه اهو يا ولاد. وهقلبها، شوفوا الالوان بتاعتها جميله ازاي. وممكن تعملوا بها برضو بتمليحه السمك، بتبقى في منتهى الجمال. هختكله سمك دلوقتي نشويه، يكون سمك يا بنات من اللي هو الصغير دوت، وتشويه وتحط عليه تملحه من دي وتقعدي تقزقزيه كده. بصوا والله انا كنت قايمه النهارده من النوم لولا عندي اكل بايت، كنت بعت رنان جابت لي سمك النهارده، انا مش عارفه، انا بقالي فتره سبحان الله كنت جربت السمك ورجعت تاني ادمنته تاني، بقالي كام مره اهو ببقى عايزه اكل سمك، بس جيت جربت المشوي ما ارتحتلوش. ممكن اكل المشوي البوري، لكن الشبار ما بحبوش مشوي ولا السواردية، بس بحب بقى ايه اللي هو الشبار المقلي، ما كنتش بحبه والله مقلي خالص. سبحان الله رجعت تاني حسيت ان انا بقيت بقالي شويه اهو عايزه كل شويه اكل سمك مقلي. قمت مره بالليل متاخر والله قعدت اكل سمك مقلي، قامت رينال داخله الحمام لقيتني قاعده في الصاله باكل سمك مقلي، بتقول لي في حد بياكل سمك في الوقت ده؟ قلت لها هي نفسي طلبت معايا كده اللي انا اكل في الوقت دوت السمك، وبالفعل كلت السمك المقلي دوت في الوقت دوت. هنا بقى معايا الجردل اهوت، انا حاطه في اللي هي الجرادل بتاع الشوكولاته دي، حاطه فيه يا ولاد اهو. هنا يا حبايب قلبي بقى انا هنزل اهوت بالخليط دوت، يبقى كده انا ايه خلصت اهوت وخليته زي الفل اهو، خلطت الاخضر في الاحمر وخليته زي القشطه اهو يا ولاد. تيجي بقى تعملي دقه السمك، دقه البرنجان، دقه اللهم صل على النبي، اي دقه تبقى موجوده عندي كده. انا ما حطيتش فيه توم، عايزه تحطي فيه توم حطي، انا مش هحط في ده توم، هعمل شق من غير توم وشق بتوم اهو يا ولاد. كده ايه الجردل دي خلاص انا خلصت اهو، وبتبقى حلوه برضك في الحواوشي، لو عملت حواوشي وحطيت لها معلقتين بتبقى جميله برضك في الحواوشي، بتبقى زي الفل. هنا بقى معايا برضك بقيت اهو، هنزل اهو بيكفوني بقى فين وفين لما بيخلص، ممكن الشتاء يجي وهم لسه عندي. بصوا يا ولاد اقول لكم على حاجه، هعمل بقى ايه، هعمل الحته ديت علشان الاستعمال عليها مش كتير قوي، هحط لها برده التوم اهو، دي اللي مفرزاها هو ابيض وجميل ازاي. هنزل بقى بالثوم كده بردك عليها اهو، دي تبقى جاهزه بردك للتمليحه بردك لحاجه انا عايزاها بثوم، اقوم جايبه اللي هي بثوم دي وحاطه فيها اهو، تبقى جاهزه معايا معموله بالثوم برده، يبقى دي موجود وده موجود اهو يا بنات. انا كنت دقه الثوم ده برده، وشوفوا ابيضه ولا اخضر ولا اصفر ولا اي حاجه، وزي الفل، بعمله برده من السنه للسنه معايا اهو. حطيت عليه ثوم اهو وخليته زي القشطه اهو يا بنات، يبقى ده بالثوم وده من غير الثوم. حبيتي تعملي طريقه بوصفه بالثوم والفلفل والحاجات دي موجود، ودي موجود، دي تحت ايدك ودي تحت ايدك، والحاجه جميله في الخراز اهو يا حبايب قلبي. شايفين اهو، هعبي بقى اللي هو بالثوم هنا اهو في البرطمان اللي هو الصغير ده، الجردل الصغير ده. الجرادل دي بجيب فيها الشوكولاته وما بحبش ارميها، بحب اسيبها للحاجات اللي زي كده في منتهى الجمال وزي العسل اهو يا بنات. هنا يا حبايب قلبي خلصت اهو، دوت اللي فيه الثوم واللي هرست الشطه، ودولت بقى ساده كده اهو من غير بتاع توم. هاجي بقى نعمل ايه، هاني بقى هحط عليهم نقطه زيت كده اهو على الوش زي ماده حافظه كده. بتيجي تطلعي
حتى لو انت مستعجله وهو مجمد بتيجي تطلعيه من نقطه الزيت اللي انت ضرباها في دي، بيبقى مفلفل وجميل وزي الفل اهو. بمشيها عليه بقى كده اهو يا بنات، بمشي الزيت عليها كده اهو، بتيجي تطلعيه بتلاقيه بقى يا ولاد زي الفل وزي القشطه اهو. هعمله برده كده اهو، نقطه الزيت عليها كده اهو، القليل دهوت اللي هستخدمه الاول على اساس هو قليل اهو، والكبير ده هعينه للاسف ملوش غطا. قوم يا كريم هات له والنبي بتاع طبيخ اهي محشورة اهي. خلاص كده اهو. للاسف دوت الغطا بتاعه مانيش عارفه راح فين، فجايبه له بقى كيس اهوت هعملها بيه. يعني ما تقفيش اي حاجه عندك تمشي اهو كده اهو يا ولاد. كده دوت اهوت، دي اللي بالثوم اهو، ودي الثوم اللي انا كنت مفرزاه برضو اهوت، ودوت اهو يا بنات اهوت تاني حطيت على وشه نقطه زيت علشان خاطر يبقى مفلفل وحلو، وتيجي تطلعيه تلاقيه مفلفل وزي الفل. هنمسك بقى الحته حوالينا كده اهو علشان الحته تبقى نظيفه، نلملمها كده اهو ونخليها زي الفل. شفتوا بقى المفرش دوت بينفع ازاي؟ اي حاجه بتقع عليه بقى، ما بتقعش على السجاده، بيحفظ الحته بصراحه وبيخليها زي الفل اهو يا ولاد. امسك بقى حاجتي دي كلها هي تخش المطبخ اقوم غسلاها ومخليه حتتي دي تبقى زي الفل حواليا. قومي يا اختي هاتلي السله كده اهو يا ولاد. اي حاجه هلملمها كده اهو في الزباله علشان خاطر اقف على الحوض اغسل الحاجه دي كلها اهو. بسم الله ما شاء الله الكميه بقت جميله. ب20 جنيه ب25 جنيه فلفل. اعملوا لي فلفل اهو، اعملوا لي هريسه شطه هي هتقعد عندي، ممكن تقعد يقعدوا عندي سنه. يجي الشتاء ويروح وهم لسه موجودين عندي. ب25 جنيه فلفل اهوت اخضر على احمر. اعملوا لي كذا كذا برطمان اهو يا بنات. هاتي كده يا رنا نوريهم اهو يا حبايب قلبي. هنا بقى الحاجه اهو بلملمها حواليا واقوم قايمه بقى غسلاها على الحوض كده ومخليها زي الفل اهو يا ولاد. ودي الغطيان بتاعت الحاجه اهي اهو يا حبايب قلبي. ده كان الفيديو بتاعنا يا حبايب قلبي. ايه رايكم فيه؟ سهل وبسيط اهوت كله على قد الايد. يا دوبك اشتريت الفلفل من السوق اللي هو الاحمر، جبت الكيلو ب20 جنيه رخص اهو. ده كان وصل ل50 جنيه. لما وصل لل50 جنيه كنت عامله هريسه زي ما انا وريتها لكم كده خضره، بس بصراحه ما كانتش عجباني زي الحمراء. الحمراء لها ريحه وطعم وبتخلي السمك حتى لما بتيجي تحشي قلبه بيبقى جميل. شوات السمك بتبقى زي الفل. عملتي اي حاجه بالتمليحه، برنجان، فلفل، ملحتي. فبصراحه الحاجه ديت بتبقى عندك في الفريزر موجوده بتبقى جميله، عن ما تقشري الثوم وتقعدي لسه تدقي على قد الثوم، تضربي في الكبه الفلفل دوت بقى بتطلعي، بتكوني قاليه الحاجه ولا عامله الحاجه بتطلعي في ثانيه وتقومي ضربه في ثانيه يا ولاد، تحطوه في طبق وتبهروا الحاجه وتقوموا عاملين على طول. ده كان الفيديو بتاعنا، يا رب يكون عجبكم يا حبايب قلبي ويبقى عند حسن ظنكم كده. ما تنسوش اللايك الحلو والكومنتات الحلوه، واللي عنده كلمه حلوه يقولها يا حبايب قلبي، واللي ما عندوش كلمه حلوه ما يقولهاش. يا رب يصلح حالكم يا رب. كل اللي يحط لي لايك حلو ويخليكم كده يا رب، ويجعلكم سند ليا وتخلوني حاجه كبيره كده. الله يصلح حالكم يا رب ويرزقكم الخير دايما يا رب، احنا وانتوا يا حبايب قلبي. يلا يا حبايب قلبي فيديو جديد واشوف الشوق على خير. بس قبل ما نختم ما تنسوش تجربوا الهريسه ديت. الهريسه دي هتعجبكم جدا جدا. يعني فيها لها كذا طريقه. ممكن تجيبي الفلفل دوت وتقومي عاملاه على البوتاجاز. انا مش حابه الطريقه دي. الطريقه دي بصراحه بتبقى جميله وانا معتمده الطريقه دي كل سنه. والثوم برضو معتمده طريقه الثوم دي كل سنه. رخرة الثوم شوفوا لو قعد من السنه للسنه ولا بيخضر
ولا بيجرى له اي حاجه، بيفضل بخضره بصفاره دوت يا حبايب قلبي. لا بقى ان اللي بيخليه كده الماده الحافظه اللي انا بحطها له معلقه سكر وشويه خل وانا بضربه، ديت الماده الحافظه بتاعته بتفضل معاكي التوم من السنه للسنه، ما بيخضرش ولا بيجرى له اي حاجه. يلا يا حبايب قلبي اشوف الشوكه على خير. يا احلى متابعين هلا النور، سلام عليكم.